النهارده تقعد ساعة كاملة بتفر في نتفليكس عشان تختار فيلم وفي الآخر تقفل التطبيق وما تشوفش حاجة. وزمان لما كان التلفزيون 3 قنوات بس كنا مبسوطين وقاعدين مستنيين البرنامج اللي بنحبه بشغف حقيقي. ما كانش فيه مجال للحيرة، وانا شايف نفس القصه بالظبط بتتكرر قدامي كل يوم في شغلي. زبون بيجي يشتري موبايل وبدل ما يحسم الامر في دقيقتين زي زمان تلاقيه فاتح 10 تابات مقارنه وشغال يوتيوب ريفيوهات وسائل كل اصحابه وفي الاخر يمشي من غير ما يشتري حاجه. طبعا انت هنا لازم تدرس علم نفس من اللي بتشوفه مع معامله مخاخ البشر المختلفه. وموضوعنا ده اسمه في علم النفس مفارقه الاختيار. كل ما الخيارات بتزيد قدامك السعاده والرضا بيقلوا، تناسب عكسي. لأن دماغك بيفضل يفكر لو اخترت ده هيفوتني ايه في الباقي، وبتضيع منك متعة اللحظة واتخاذ القرار. الحقيقة ان الرضا عمره ما كان في اللف والدوران بين البدايل. الرضا بيجي من الحسم. حدد احتياجك واختار اقرب حاجة ليه واثبت على قرارك.